من اكتر الاشاعات اللي على هيدروفيشيال انه تريتمنت ده واحد. يعني ايه الكلام ده يا ساره؟ هقول لكم. يعني هيدروفيشيال مش نوع جلسه، مش تريتمنت، مش حاجه هنروح ناخد هيدروفيشيال باي جهاز في اي مكان. هيدروفيشيال is a device، ماركه عالميه مسجله اسمها هيدروفيشيال. جهاز مكتوب عليه اسم هيدروفيشيال. اي جهاز هتاخدي بيه سيشن مش مكتوب عليه هيدروفيشيال is not hydrofacial. ده تقليد، بيقلدوا تقنية هيدروفيشيال. تاني حاجة من اكتر الاشاعات عن الهيدروفيشيال ان هي مراحل كتير، توصل ل 20 مرحلة. انا بشوف ارقام غريبة. هيدروفيشيال basically 3 مراحل. ده غير ان هو ممكن يضاف حاجات بالاوردر. يعني انت تطلبي ان هو يضيف لك مثلا الليمفاتيك درينج اللي هو التصريف الليمفاوي، وفي ادزون كتير، في اضافات كتير جدا ممكن تاخديها. هيدروفيشيال بقالها سنين، مش 6-7 سنين بس زي ما هي عندنا في مصر فقط، لا هي اوريدي بقالها اكتر من 20 سنه بره. هيدروفيشيال هي اللي مطوره وهي اللي مخترعه وهي واخده براءه اختراع لتقنيه هيدروديرمابريجن اللي هي بتشتغل بيها اصلا في جهاز هيدروفيشيال. ففي شركات كتير واخده التقنيه دي وعامله بيها اجهزه تقليد تانية. ايه بقى هيدروديرمابريجن دي؟ ايه موضوعها؟ اهم نقطه فيها ان هي هيدروفيشيال بيعمل كل خطواته في حين ان هو محافظ على البشره مترطبه من جوه. يعني انا هعمل لك اللي انت عايزاه في بشرتك بكل الخطوات اللي انا بقدمها، بس في كل خطوه منهم هحافظ على بشرتك مرطبه وهرطبها وانا بعمل ده. من الشائعات برضو بتاعت هيدروفيشيال ان هو بيقعد كتير. هيدروفيشيال 30 دقيقة، هو مدته 30 دقيقة. تمام. كمان من الاشاعات الفظيعة اللي موجودة ان هيدروفيشيال موجود في كل مكان. كل مكان هتلاقوا هيدروفيشيال، في كل الناس بتقول تعالوا اعملوا جلسة هيدروفيشيال. هيدروفيشيال مش موجود في اي حتة، موجود في اماكن معينة، official providers رسميين معلن عنهم. اسألوا عليهم، اعملوا لايك شير اند سبسكرايب. اسألوني، قولوا لي عايزين نتكلم على ايه. اشوفكم الفيديو الجاي.